انت قول بقى ان ده تقسيم الايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا وحبايبنا في الله. مرحبا بكم جميعا في المعرض الثاني للحمام الروماني والكينج والموديل. دلوقتي هنبدأ بإذن الله تعالى نحكم في الباب الروماني الأول. قبل ما طيور الكينج تستريح وتاخد وضعها بإذن الله تعالى وتكمل نكون خلصنا الروماني. أول حاجة هنشرح طبعا المواصفات بتاعة الروماني دوت، رسم بياني توضيحي للطير الروماني البحبايك ودبك اللي هو السلافر او الازرق. الطير الروماني من المواصفات الاساسيه بتاعته الطول بتاع الطير، الصدر العريض بتاع الطير، لازم الاجنحه تبقى يا اما فوق الديل يا اما بحذا الديل، ما تنزلش تحت الديل، دوت يبقى عيب. تمام؟ يبقى عيب اقصائي. اي طير بيبقى الديل الجناحين بتاعته تبقى مهدله تحت الديل، دوت بيبقى عيب اقصائي. لازم الطير بيبقى الرجل بتاعته غليظه فيها عصب. في بعض الاشخاص او كذا حد سال قبل كده عن الطيور الروماني اللي بيبقى فيها في قصبه الرجل ريش. في طير بتتميز بالعصب القوي، لو زغب صغير او ريش صغير ده بيبقى قوه عصب. لو ريش طويل اللي هو ما يتعداش زي الحمام الشقلباظيات او ريش كبير دوت بيبقى مشكله. تمام؟ طيب هنبدا نشتغل في الجزء اللي فوق في الروماني. الدماغ بتاعت الروماني بتختلف من الذكر للانثى، يعني الاناث بتبقى الدماغ بتاعتها رفيعه غير دماغ الذكوره. تمام؟ الذكوره بتبقى دماغها غليظه وعريضه من فوق. في كذا شكل لعظمه الحمام الروماني دوت كده بفضل الله تعالى. يعني في الاتحاد الاوروبي بره، اللي مش هنقول زي هنا في مصر مثلا الطير اللي بيبقى معلقه والعضه بتاعته عريضه من تحت وفوق ما فيش عضه، ده يبقى كده عيب اقصائي. لازم يبقى قوه في العظمه اللي تحت واللي فوق. ده بيبقى كيرف في الجنب كده، ما هوش عريض قوي، يبقى قوه من فوق ومن تحت. بيدي شكل وجوده للطير لمستوى الطير. في شكل عظمه ثانيه زي ما احنا كده هنا مبينين بيبقى اطول، دي عظمه مكتومه فيها كيرف. في العظمتين اللي تحت ما فيهمش رفارف، ده باب ثاني. يعني زي ما موضح هنشرح في بعض الطيور اللي موجوده دلوقتي. عين الطيور الروماني نشرح عليها. الطيور الروماني الجفن بتاعه بيبقى 3 طبقات متوسطه ممسوحه، مش لازم غليظه جدا. في جفون بتبقى تقيله وبارزه لبره، بنبدا احنا ندخلها في الانتاج عشان تطلع لنا طيور مظبوطه لاناث او ذكور. بتبقى كده يعني بنكمل الذكر بالنتايه عشان يكملوا بعض. تمام؟ من مواصفات الحمام اللي فيه حبايك او دبك اللي هم البارات، من باب البارات لازم الحبايك والدبك يبقوا كاملين بالكامل. ممكن طير كامل المواصفات والحبايك بتاعته مش كامله، بيبدأ ينقص الطير من الدرجات بتاعته. لازم الحبايك الاثنين يبقوا ظاهرين وكاملين. تمام؟ بيبدأ يظهروا ويبانوا امتى في الطير؟ بعد لما يخلص ريش ويقلش فبيكملوا. ده بيبقى من قوة الطير وقوة الدم بتاعه. نقاء اللون ودرجة اللون إذا كان في السلافر أو في الأزايزة، كل ما كان رايق وفاتح بيبقى أفضل، وفي التقييم بيبقى أحسن. تمام؟ احنا كده خلصنا الدماغ والصدر بتاع الطير واللون والأجنحة والعظام بتاعت المنقار. هنخش بقى على لون العين من جوه. العين من جوه بيبقى الضرب من جوه بيبقى ابيض، والنن بيبقى فيه من جوه اسود. كل ما الضرب كان وحدقه العين من جوه توسع والابيض يبقى اكتر، بيدي الطير قوه وجمال افضل. تمام؟ في الشمس بالذات الحمام الروماني يعني انت ممكن تبص في حدقه العين بتاعته بيكون في الظل بتلاقيها النن اللي جوه الاسود كبير. تيجي تطلع الطير في الشمس بيبان درجه البياض بتاعت العين بيبقى الماظ، وفي درجه من البياض يبقى رملي، ده مش عيب. لكن لما يكون اصفر او برتقاني ده عيب في الروماني. تمام؟
هنبدا نشتغل على الديل. الديل بيبقى 12 ريشه، زي ما قلنا بيبقى الاجنحه متساويه فوقيه، يبقى ديل ما شاء الله تعالى متساوي. الطير متناسق مع بعض من اول ما ينزل من الصدر لحد اخر الديل، بيبقى الطير متناسق من بعض. في بيبان الطيور بتبقى واقفه بدرجه 80 درجه لورا كده. في ناس بتحب البيبان دي، ودي موجود معظمها في البيبان المصري القديمه. تمام. في اخواتنا اللي دخلنا حمام جديد من بره والاستيراد بداوا يشتغلوا بالحمام الاستيراد اللي جه من بره مع الالوان المصري بتاعتهم، بدا تحسين وبنظبط، وده بالفعل اللي احنا شغالين عليه. طيب نيجي بقى لرسمه المنقار الثانيه اللي احنا بنتكلم عليها. زي ما قلنا الدماغ مع المنقار مع اللحميه اللي فوق بتاعت الطير بيبقوا متناسقين، وكل ما الطير يكون فيه كيرف او موزه صغيره كده يكون فيه افضل. كل ما الطير المنقار بتاعه كان متوسط داخل لجوه مكتومه شويه وعريضه، بيدي جمال افضل وتقييم احسن ودرجات اكتر. في الدرجه زي ما قلنا ادي واحده العظام، ادي اثنين، ادي ثلاثه مختلفين عن بعض، كلهم حلوين. في عيب في العظمه المبرومه تكون طويله عن اللازم، تبقى عامله زي الزاجل بس اعرض شويه، ده بيبقى داخله طيور. ان للاسف في ناس كتير اللي كانت بتربي الحمام الاول بداوا يدخلوا الطيور، يدخلوا عليه اسكندراني، يدخلوا عليه قاري، يفقد طعم الحمام مواصفاته. دي كده الامور باختصار. نقطه ثانيه برضو عايز اوضحها، احنا بنقول صدر الطير وفي التقييم بتاعه كل ما كان عريض بالدوران بتاعه وبارز لبره بيبقى افضل، وبرضه لما يكون عريض بالعرض واخد دائري وعريض زي ما بنقول كده ايه، زي صدر البطه. يعني هنشرح بقى على حاجه كده من الطيور اللي موجوده كده. دوت بفضل الله تعالى. مين اللي عايز يتفضل؟ طول الجناح في الروماني، يعني هو كده كده فوق لفوق، لما بتدور ولا قصير فوق قصير، طول الجناح حاطه كده، طول الجناح دي عيب ولا ايه؟ ما هو لازم احنا قلنا يبقى في تناسق. هو متناسق بس في قصير زي قصير، طول الجناح حاطه يعني الجناح طويل معدي الديل؟ لا مش فارق، مش معدي الديل، يعني سوى الديل بس الجناح لفوق. ما هو ما فيش عيب، ما احنا قلنا الجناح يبقى لفوق. يعني شفت الطير حضرتك، شوف الطير متناسق الجناح كده الديل، يا اما في مستوى الديل. الجناح قصير، الجناح الديل، الجناح مش الجناح. مفيش مشكله، مش شرط. احنا بنتكلم في المشكله. ما يعيبش صوت. لا ما يعيبش، انا بقول في تناسق بسبب طول الطير. الجناح بيبقى حسب الطول، القصر والطول، او ممكن شباب يبقى صغير، طير شاب بيبقى صغير لسه ما كملش. والروماني على فكره بعد ما الطير يقلش القلشه الاولى وبعد 12 شهر يقلش القلشه الثانيه بيطول لمده 3 سنوات، وكل مره بيطول 2 سم. فجماله من بعد السنه بيبدا يوضح والمواصفات بتاعته تظهر. تمام؟ طيب احنا كده هنتكلم على الطيور. هو في اكتر من ذكر ما شاء الله تعالى، والتحكيم ما بينهم كان صعب. يعني احنا درجات صغيره ما بين كل طير والتاني. ما شاء الله تعالى احنا اخترنا الطير دوت هو اللي حاصل على المركز الاول، يتميز عن الطير اللي واخد المركز الثاني ده والثالث دوت. يعني حضرتك تشوفهم قريبين من بعض جدا. الطير دوت الجفن بتاعه افضل، الحبايك بتاعته اكمل. طبعا الطير دوت لسه عليه ريش. هنبص للجناح هنبص على الجناحين نلاقيها كلها بفضل الله تعالى مرفوعه على الديل. الحبايك الاثنين موجودين اهمت، لكن مش كاملين عشان هو لسه عليه اخر ريشتين. زي ما قلنا في الشرح الطير الحبايك بتكمل كامله لما يخلص الريش. يعني الفرد لما يجي يرفرف او يفرد جناحه قدامنا بنشوف الاثنين الحبايك موجودين. في عيب بيبقى الطير بيبقى ليه حبايك واحد بس من الحبايك ديت او الدبك اللي احنا بنقول عليه. ما شاء الله كشاب بفضل الله تعالى العظمه بتاعته فيها الكيرف اللي احنا بنتكلم عليه.
الدماغ بتاعته ما شاء الله تعالى غليظه، والعين بتاعته زي ما احنا واخدين بالنا ما شاء الله تعالى درجه البياض بتاعها جميل جدا. ارتفاع الرجلين وغلاظه الرجلين ما شاء الله. ده طير فيه قوه وفيه عصب، زي الريش اللي احنا بنتكلم عليه او الزغب الصغير اللي نازل عن قصبه الرجل او من ملبس الريش من فوق، بيبقى صغير كده ما فيهوش مشكله يا جماعه، ما فيهوش مشكله خالص. تمام. ده بيدل على قوه العصب، لان في اكتر من حد واكتر من مره شخص برضه بيتكلموا في الامور ديت. الطير اللي بيبقى رجليه او قصبه رجليه فيها الزغب الصغير يقول لك عيب اقصائي، لا، ده بفضل الله تميز عن الطير دوت. العظمه بتاعته فوق وتحت بنفس القوه ما شاء الله تعالى، الكيرف مظبوط، الرقبه بتاعته ما شاء الله تعالى جيده جدا، من فوق لحد تحت مخروطيه زي ما احنا واخدين بالنا كده، وفيها غلاظه وقوه. درجه اللون بتاعه ما شاء الله تعالى متناسقه وجميله. الحبايك اللي في الديل تمام، يعني البراون بار او السيلفر بار او البارات يا جماعه، يبقى الطير زي ما هو في حبايك على الاجنحه، بيبقى الديل بتاعه من الحرف عليه البصمه، برضه يبقى عليه الختم من ورا هنا. هي واضحه في تصوير استاذ احمد. وبرضه عشان الطير لسه في مرحله قلش، اللون دوت بيغمق اكتر وبيبان. الطير الثاني دوت برضه ما شاء الله تعالى جميل، فرق بسيط، يعني احنا ضلينا ناخد وندي لحد لما وصلنا للقرار. الفروق ما بين الثلاث ذكور دول بسيطه جدا زي ما قلنا. دوت بالباب الثاني اهوت زي ما قلنا فيه رفارف صغيره، هي ما هياش معلقه كبيره. تمام. الدماغ بتاع دوت اقل من ده سنه شويه وضع الشيء. تمام. درجه اللون بتاعته فاتحه برضو جيده ما شاء الله تعالى، والحبايك بتاعته موجوده، الجفن بتاعه احمر جميل، درجه اللون بتاعته جميل ما شاء الله تعالى، في تناسق كامل في الطير. طيب نخش على الطير الثالث. الطير الثالث ده خد المركز الثالث ما شاء الله تعالى. عظمته تجمع ما بين الاثنين ما شاء الله، درجه اللون بتاعته جيده، الراس بتاعه والرقبه بتاعته برده مخروطيه ما شاء الله تعالى، الطول بتاعه ما شاء الله تعالى جيد، الصدر عريض، يعني نفس المواصفات في الثلاث طيور ما شاء الله تعالى. واحنا استصعب علينا الامر واحنا بنقيمه، درجات قصيره بس ما بين دوت ودوت. اتفضل يا استاذ. ده مركز ثالث، ده ثالث، ده ثاني، ده مركز ثاني. ياسر عامل ايه؟ ابراهيم مولانا. ده المركز الاول. عماد محمد اطلع بره خد الطير دوت.